تخيل انه اللاعب الان بيحزن له كثير من الشباب المسلمين في العالم واللي بيدعم اليهود، وهو تلقاه زعلان على انه غزه بتقصف. انت يا زعلان، الزعلان له ده هو اللي بيمجد اليهود زي ما شايفه في الصوره دي وزي ما شايفه هنا مع نتنياهو، بل بيكرس جهده وامواله عشان يساعد اسرائيل في قصفها على غزه. تزعل في شنو ولا تزعل على شنو؟ انت ما مركز معاي ولا شنو؟ كشفت مواقع إلكترونية غربية عن قيام الأرجنتيني ليونيل ميسي بتحويل مبلغ مالي قيمته $1,000,000 خلال الأيام القليلة الماضية لدولة الكيان الصهيوني. فشكرا يا ميسي على مساهمتك الفعالة في قتل أطفال غزة الأبرياء. يا أخ عليك الله، حكم عقلك شوية وأرقى باهتماماتك حبتين زيادة. الناس اللي أنت بتزعل عشانهم ديل ومهتم بتتابعهم، حتى أرقام محذيتهم مهتم لها، ما شغالين بك. هم فهمهم كله في كيف ينشروا وينصروا عقائدهم وديانهم، وأنت همك كله تتابعهم وتشوف بتين حيمشوا حيزعلوا. ما ممكن تكون دي كل اهتماماتك. أنت مسلم، فاهم يعني شنو مسلم؟ يعني عندك عقيدة اسمها ولاء وبراء، يعني تحب من يطيع الله ويؤمن به وتبغض وتكره من يكفر بالله ويشرك به. ما ممكن تكون أبجديات الدين غايبة في حياتنا. الولاء والبراء ده من أساسيات الدين. يقول الله سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة لي وليك في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، مش لاعب ما عنده علاقة، أهلوا إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. دي عقيدة، دي أسوة لك في إبراهيم والذين معه، عشان تعرف أنت أبجديات دينك ما تضيعها بسبب لاعب فات فنيلة ومشى لفنيلة ثانية. حكم عقلك. عشان كده بدل تبكي على رحيل لاعب، أبكي على أمجاد أمتنا الإسلامية ضاعت بسببنا. إني تذكرت والذكرى مؤرقة مجدا تليدا بأيدينا أضعناه، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه، كم صرفتنا يد كنا نصرفها وبات يملكنا شعب ملكناه. يا من يرى عمرا تكسوه بردته والزيت أدم له والكوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من بأسه وملوك الروم تخشاه. هذه عزة الإسلام، فنحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. والسلام عليكم ورحمة الله.